نزل الادويه بتاعت المبيدات بتاعت الاراضي الزراعيه دي مضره جامد. الحاجات دي ضرانه، هي اللي جايبه الفشل الكلوي وهي اللي جايبه الكبد واللي جايبه جايبه حاجات ياما. يقول لك هوموك ويقول لك مبيدات ويقول لك مغاز ويقول لك بوتاسيوم ويقول لك يعني انت شايف ان الحكومه ما بتتعاونش معاك في ما الحكومه اللي بتنزلها. ما الحكومه اللي بتنزلها الحاجات دي مضره للشعب، مضره للناس. حته المبيدات دي بالك يعني سببها هي محكومه اللي منزلاها، برضه رجال اعمال منزلاها تهريب واللي منزلاها معروف بيها كلها. ما هي الحاجات دي كلها مضره، ما هي اللي مسببه. الاطفال دلوقتي اللي يقول لك اللي عنده السكر واللي عنده فشل كلوي واللي عنده فيروس في الدم وفيروس من ايه؟ من سبب ايه؟ لا انا بتكلم، عاوز اعرف مشكلتك انت كفلاح تابع للقريه دي. مشكلتي انا هنا في المكان ده مشكلتي السرقه. بمعنى بقى ايه؟ بينزل ناس مثلا من غيط العنب، بينزل ناس من المأوى، بينزل طريق مفتوح مفيش ظباط. احنا هنا فلاحين تعبانين طول النهار في الارض، بيجي علينا المغرب او العشاء بننام اخرنا الساعه 11 ماشي. بتيجي ناس تلف تلاقي اي حاجه قدام بيت الفلاح بتقوم شايلاها وماشي، مفيش عربيه اتاري حتى تروح تعمل محضر ولا يسالوا فيك بعد كده ولا حاجه بتيجي ماشي. دي حاجه. وميه بالنسبه لميه الري، ميه الري اول مره من 10 سنين في شهر 6 تيجي ميه ري هنا. يعني كان عندك شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 8 ما كناش بنلاقوا البهايم يسقوها. واخد بالك؟ اول سنه من 10 سنين الميه تجيلنا في شهر 6. بتجيلنا من ايه؟ ما بندفع للفلاح والمهندس اللي هم بتوع الري. بتدفع فلوس لمين؟ بندفع لغفير الميه، بندفع للمهندس. النظام تراضي كده علشان يجي لنا ميه اول مره توصل، انما مش بمستند رسمي. انما احنا هنا العب ده متبهدل من ميه الري. انت بتدفع الفلوس ديت مش بمستند رسمي، بالتراضي كده تدفع عشان تراوي. في عندك مشكله ثانيه؟ الكيماوي غلي وكل حاجه غلت ماشي. تمام. كل حاجه غلت بالنسبه للبترول للميه للجاز ده. مكنه الري دلوقتي عشان اروي الفدان كيماوي وري ورش، يعني كل حاجه غاليه وشغل ما فيش شغل. يعني عايز اطلع اجيب لي يوميه هنا يوميه ما عارف تعمل ايه ولا ايه. يعني انت عندك ارض ولا شغال في ارض؟ انا واخد ارض ولا مأجر ارض؟ الارض اللي معايا مش مكفياني. معايا حته، معايا 10 اراضين دول وارثهم عن ابويا، ومعايا حته ثانيه بالايجار. تيجي تراوي حتى لو جارك عايز مثلا يقول لك راوي لي حته تعمل معاه واجب مثلا مش معلش يا عم